تعال احكي لكم قصة صغيرة عملها القديس مرقريوس مع أمنا إريني. بتحكي أمنا إريني وبتقول إن بعد نياحة والدتها هي ما كانتش شافتها لمدة 3 سنين، فأمنا الرئيسة قالت لها هتروحي انت وأم تاني بيت أهلك تعزيهم وترجعي. فقالت لها حاضر يا أمنا. فراحت أمنا إريني ومعاها أم تاني بترافقها المشوار، وخدوا القطر وراحوا الصعيد. حصلت حادثة إن في قطر اتقلب، فاضطر القطر يقف في حتة بعيد ورا خالص، فلازم أمنا إريني والأم اللي معاها تنط من القطر لأنه وقف بعيد عن الرصيف بشوية. فتقول أمنا إريني القطر كان زحمة وإحنا عمالين نصلي أنا والأم اللي معايا عشان خاطر المكان يفضل، خايفين القطر يفوتنا، وكان الوقت قرب يأخر بالليل. فتقول أمنا إريني فضلنا نصلي لحد ما أخيرا الباب اتفتح، فلقينا ضابط واقف فبيقول انتوا رايحين فين يا أمهات؟ فقالوا له احنا عايزين نلحق القطر اللي هيكمل عشان نلحق نزور أهالينا ونرجع بسرعة. فقال لهم طب هاتي ايدك. فردت أمنا إريني قالت له شكرا وراحت نطة. فجت أمنا اللي معاها كانت كبيرة شوية في السن، فقال لها هاتي ايدك يا أمنا، قالت له لا شكرا، وراحت برضو نطت من القطر. وهم ماشيين فقال لهم ما تخافوش، القطر مش هيطلع غير لما انتوا تركبوا فيه. فتكمل وتقول أمنا إريني الضابط كان وشه عليه محبة وعليه ورع وعليه جمال، وكان كأن نور بيخرج منه ينور الطريق لأن الطريق بالليل ظلمت. فتقول أمنا إريني فضلنا ماشيين معاه ودخل القطر، فكان في عساكر قاعدين فشافوا الضابط قاموا ادوا له التحية العسكرية. فقال لهم دول راهبات تعبانين، قالوا له أمرك يا فندم، وخلى أمنا إريني والأم اللي معاها يقعدوا. فبيقولوا له ممكن نتشرف باسم حضرتك وتزورنا في الدير وتاخد بركة الشهيد أبو سيفين؟ فابتسم وقال لهم أنا أبو سيفين. واختفى القديس أبو سيفين، وبقى كل اللي قاعدين في حالة من الذهول. وفضلت أمنا إريني طول الوقت هي وأمنا اللي معاها يحكوا للي قاعدين عن القصة دي. الحقيقة بركة وشفاعات القديسين موجودة، والقديسين حوالينا في كل وقت وفي كل لحظة، لكن امتى تفارقنا وامتى ما تسندناش وامتى الملائكة تبعد عننا؟ لما نكون كالكتبة والفريسيين المراؤون.